كتير قوي وانت معتمد على جوجل مابس اعتماد تام بتلاقي نفسك داخل في حيطه سد، حرفيا داخل في حيطه سد. تفتكر ده ليه؟ وايه سببه؟ وهل جوجل هي السبب ولا ليه بيحصل كده؟ ماشي يا بنيمون الرحاب. ايوه هو ده. Y así suena Ramiro en انا كده المفروض خلاص، انا كده قربت اوصل اهو يا مسهل. ايوه يعني ايه الصحراء دي؟ انا مش فاهم، يعني احنا رجعنا بالزمن ولا ايه ده؟ احنا ازاي وصلنا؟ مش فاهم. ادي اليوم اللي امشي فيه ورا الزفت ده. اكيد كتير مننا اتعرض للموقف السخيف ده مره واثنين وثلاثه، وبنلوم مين؟ اكيد بنلوم جوجل مابس ونشتم فيها ان هي سبب التوهان اللي احنا فيه ده، لكن الحقيقه اكبر من كده بكتير. طب تفتكر يا صديقي جوجل مابس شغاله ازاي؟ طب هو ايه اللي بيحصل اصلا عشان نلبس في الحيط بالمنظر ده؟ عشان اقول لك يا صديقي ايه اللي بيحصل بالظبط انت لازم تعرف اصلا جوجل مابس شغال ازاي. عارف هتقول لي جي بي اس، مظبوط عندك حق، هو فعلا الجي بي اس اكبر حاجه في المعادله، بس مش لوحده. تعال نفهم الموضوع بعمق اكتر شويه. كتير وانت بتستعمل الجي بي اس تلاقيه بيقول لك افتح الواي فاي عشان يبقى اكيوريت اكتر. طب هو ليه انت بتحتاج الواي فاي كمان؟ ما انا بره البيت اصلا، هتخش على انهي شبكه؟ انا ما فيش نت حواليا، هتخش على مين؟ الحقيقه هو مش محتاج يخش على اي شبكه من اللي حواليك، هو محتاج بس يفضل يعمل سكان طول ما انت ماشي عشان يشوف مين النتوركس اللي حواليه، وبالتالي يحدد مكانك اكتر بكتير. طب هل بس كده؟ لا طبعا، في كمان الموبايل داتا، ما هو برضه محتاج نت عشان يحدد مكانك اكتر ويعرف الزحمه اللي حواليك، يعرف الوقت اللي انت ماشي فيه، اسرع طريق، ويخليك دايما متابع لو في حادثه فتمشي من طريق تاني او في حاجه معطله الطريق، وكمان عشان يفضل يعمل لود للمابس طول ما انت ماشي، او يعني يعمل لها ريندر. طب حلو قوي، هل بس كده؟ لا، كمان بيستعمل شويه سنسورز من الموبايل بتاعتك، حاجه بسيطه كده. اولا بيستعمل الاكسلروميتر اللي في موبايلك، وده فايدته ان هو يعرف بس اتجاه موبايلك عامل ازاي. كمان بيستعمل حاجه تاني اسمها جايروسكوب سنسور. لا ده عمال يستخدم في حاجات في الموبايل قد كده بالظبط يا صديقي، عشان كده هو بيطلب منك اكسس. طب ايه الجايروسكوب سنسور ده؟ ده اللي بيقيس السرعه الدورانيه، يعني برضو بيعرف بيها الحركه بتاعتك بالظبط. طب هل في حاجه تاني؟ في حاجه تاني، في حاجه اسمها باروميتر. الله، مش ده بتاع الضغط؟ هو هيقيس لي الضغط؟ لا يا باشا، مش هيقيس لك انت، ده بيقيس الضغط في الحته اللي انت فيها عشان يعرف هل انت طلعت شويه ولا نزلت، طلع كوبري، نزل نفق، انت فين بالظبط، وبرضه يحدد مكانك اكتر. ده مش بس كده يا صديقي، ده كمان بيستعمل البلوتوث، يعني اي حته ما فيهاش شبكه كويسه هتلاقيه بيستعمل اي حاجه حواليه عشان يحاول يعرف مكانك بالظبط، ولكن ده مش معناها ان هو دايما هيعرف مكانك بالظبط، وده اللي احنا جايين له دلوقتي. هو طالما عبقري وعمال يستعمل في سنسورز قد كده وعمال ياخد في موبايلي كله ليه عشان يطلع مكاني المظبوط من على الماب، ليه بيلبسني في الحيطه بقى؟ بص يا صديقي، انا مش عايزك تتنرفز، انت لسه شارب شاي، ما تخليش مفعوله يروح، اهدى كده واسمعني انا هفهمك. ما هو برضه عشان تفهم ليه بيلبسنا في الحيط احنا محتاجين نعرف ايه اشكال تلبيسه الحيط دي، لان احنا عندنا منها كذا شكل ومش بيلبسنا في الحيط بسبب واحد. يعني مثلا عندك ان ممكن يكون السهم عمال طالع نازل ومش ماشي معاك، صح؟ بتحصل. او مثلا رقم 2 الاتجاه اصلا غلط، او رقم 3 ان هو يكون شايفك في شارع تاني خالص، او رقم 4 ان هو يكون واخد وقت كبير قوي اصلا عشان يعرف انت فين. وانا مش ساحر يا صديقي، بس متاكد ان الاربعه حصلوا لك. حلو، انا كده فهمت بقى الجي بي اس شغال ازاي، وفهمت اشكال تلبيسه الحيط دي عامله ازاي، بس اللي لسه ما فهمتوش هو ليه بيحصل كده، ليه بيهبل، وليه ساعات بيلبسني في الحيط. ده انا زبون، ده انا بستعمله على طول، يعمل كده معايا. المشكله يا صديقي ان تحديد مكانك ده موضوع معقد جدا جدا جدا، وموبايلك طول الوقت بيحاول يحسب انا فين، ماشي بسرعه كام، ماشي ازاي، انهي اتجاه، وحاجات كتيره جدا معقده. فتعالى كده افهمك الاسباب. رقم 1، الجي بي اس مش بيقول للموبايل بشكل مباشر انت هنا. ناس كتير متخيلين ان القمر الصناعي شايفك كده من فوق كده ولقطك، وهو ده كده خلاص عرف انت اهو. لا، هي الموضوع مش كده بالظبط. خليني اقول لك يا صديقي ان في حوالي 30 قمر صناعي بتاع جي بي اس بيلف حوالين الكره الارضيه، وحوالين اي نقطه في الارض انت واقف فيها حوالي 4 شايفينك، وبعدين يبدا يحسب مكانك مبني على الداتا اللي خدها من كل الاقمار اللي شافتك، ومن تقاطع كل ده يعرف مكانك بالظبط على الخريطه. يعني باختصار يا صديقي، الجي بي اس مش شايفك، الجي بي اس بيعمل حسابات معقده جدا عشان يعرف انت فين بالظبط. يا سيدي ماشي، عرفنا انه برافو، بيحسب حلو، انا بقى بتوه، انا بلبس في الحيط، هو ليه بيعمل كده؟ افهمك يا صديقي. الحسابات دي كلها عشان تطلع صح عد معايا، لازم مبدئيا كده الاشاره توصل واضحه، الموبايل يكون مستقبل زي ما قلنا كده على الاقل 4 اقمار صناعيه او عدد كفايه ان هو يبين انت فين بالظبط، توزيع الاقمار في حظك انت يكون مناسب في السما حواليك عشان يجيب مكانك بالظبط. فلو اي عنصر من دول اتلخبط يا صديقي انت لبست في الحيط. طب بمناسبه بقى ان الاشاره ما بتوصلش واضحه، ودي تاني نقطه،
ودي اعتقد من اخطر المشاكل اللي ممكن تحصل في مدن ضيقه. دلوقتي المفروض الموبايل يستقبل اشاره واضحه جايه من القمر الصناعي، لكن في المدن خصوصا وسط العمارات والزحمه وازاز وخرسانه الاشاره ممكن تخبط في مبنى وترتد تاني وتلف وبعدها توصل تاني لموبايلك. فلما الإشارة توصل بعد كل الانعكاسات واللف ده، الموبايل بيفتكر إنها أخدت وقت أكتر، وبالتالي بيشوفك في حتة تانية أصلا أو في مكان أبعد شوية، وده يا صديقي بيسموه المالتي باث. يعني هي فعلا الإشارة وصلت لكن من أكتر من مكان. واكيد المصريين يشهدوا بدي بالذات في شوارع زي شوارع وسط البلد. هو الجي بي اس بيجي في وسط البلد يقول لك مع السلامة، أنا اخرج من هنا، كلمني، اديني رنة اوصلك المكان اللي انت عايزه، انا مش هتحرك من هنا. باشا. ورقم 3 يا صديقي، ساعات المشكلة مش بتبقى انت فين، المشكلة بتبقى في اتجاهك. يعني في فرق كبير قوي بين انت فين على الخريطة وبين هو انت دلوقتي هتتحرك يمين ولا هتتحرك شمال. وساعات ده بيحصل لسببين بساط قوي. اول سبب هو ان البوصله بتاعت الموبايل محتاجه بس كاليبريشن، محتاجه اعاده معايره. وده بيحصل ازاي؟ بيحصل بس بان انت تحرك الموبايل على شكل رقم 8 بالانجليزي، عشان ما تقعدش طالع نازل كده، ده مش بيعمل حاجه. وتاني سبب هو ان يكون في مجال مغناطيسي حواليك مأثر على البوصله بتاعت موبايلك. بس قبل ما اقول لك النقطه الجايه، خليني اشاركك جزء صغير من رحلتي، وهو ان انا نفسي اوصل ل 10000 سبسكرايبر على نهايه 2026، واني كمان عايز ابني اكبر تك كوميونتي موجود في العالم كله، واكيد انت جزء من الرحله دي. فما تنساش اللايك بتاعك والشير، بيفرق جدا جدا وبيوصل فعلا الفيديو لناس كتير. فلو بتستفاد من فيديوهاتي او لو بتتفرج لحد دلوقتي ما تنساش يا صديقي. ورابع حاجه يا صديقي، وانا متاكد برضو ان دي حصلت لك كتير، وهي ان انت تكون جوه مبنى. ورابع حاجه يا صديقي، وانا متاكد برضو انها اكيد حصلت لك، وهي ان انت تكون جوه مبنى او تحت الارض او في جراج او في مول. الجي بي اس لوحده بيبقى كانه اعمى ماشي يحسس ومحتاج اللي يساعده، وبيبدا يلجا للواي فاي نتوركس اللي حواليك او يلجا للبلوتوث زي ما قلنا، السنسورز بتاعت الحركه اللي اتكلمنا عليها. ولو اي حاجه من دول مش اكيرت، وده في الغالب اللي بيحصل، علشان كده بنحتاج دايما الجي بي اس طبعا بيلبسك في اقرب حيطه. وخامس نقطه يا صديقي، افتكر دايما ان مش كل البلاد فيها عربيات جوجل اللي دايما بتراجع الشوارع اول باول وتابديت الشوارع اللي اتقفلت واللي اتجددت. ففي اي بلد من البلاد اللي ما فيهاش عربيات جوجل وبيتجدد شوارعها كتير او باستمرار، هتلاقي دايما في لخبطه، ما يعرفش اصلا ان في كوبري من هنا فيروح منزلك من تحت ملبسك في الحيط، او ما يعرفش ان في نفق من هنا فيقول لك اطلع من بره، تلاقي نفسك سافرت بلد تانية. وعلى فكره العربيات بتاعت جوجل دي مش فايدتها الوحيده انها تابديت الشوارع، لو عارف بقيه الفوائد دي قولها لي في الكومنتس. بس اللي انا متاكد منه يا صديقي ان انت لو لقيت نفسك بترجع لورا كده زي ما بنرجع في الموبايلات، فما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو لسه بتوه لحد النهارده في موبايلات ناثينج اللي مليانه لعبكه، فبرضه ما تنساش تشوف الفيديو ده. واخيرا يا صديقي اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.